السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم المهمات ديالي والاخوان ديالي؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الشهيوه من يديدات اختي الكبيره، بسطيله الحوت للمبتدئات اللي ما كتزعمش ديرها. مي حنا البنات درناها غير مزروبه، لان اليوم كما تتعرفوا العشر الاوائل ديال الحجه الله يتقبل منا، فدرناها البنات باش نفطروا بها. خليكم معنا، بغيت نشارك معكم الطريقه لانها جد سهله. انا براسي ما كنتش كنزعم عليها، ملي شفت الطريقه غنولي ان شاء الله نديرها. خليكم معايا. ودابا يا الغزالات غادي ندير لكم مقادير ديال البسطيله اللي غتوجدها لنا الهام، اللي غتحتاج فيها هاد المقادير كما كتشوفوا. هنايا عندنا الكالامار كما تتشوفوا، ها هو كروفيت، هذا غتخليه للتزيين يمكن. هذه الشعريه الصينيه، شعريه الشينوا. هنا عندنا صوص ديال الصوجا، تكون سائله قالت لكم، ما تكونش قاصحه. وهنا الخلطه ديال اللقامه ديال الحوت، فيها الثومه بودر وفيها سكينجبير والخرقوم والتحميره والسودانيه والكمون. هنا عندنا عصير الليمون ولا الحامض، عندنا الهريسه، وعندنا جوج حكاك ديال الشامبينيون ها هما كما قلت لكم. هنا الكالامار، كروفيت، وهذا الكروفيت للتزيين. وهنا البنات عندنا الميرلون، ها هي هنا في الفران. هادي البنات هاد الميرلون البنات كما تتشوفوا، نوريها لكم. هي في الفران راها ديجا رقداتها في الليل في الاقامه. قالت لكم اي سمك من غير الكروفيت والكالامار، اي سمك هكا تيترقد في الليل في شرمولة الحوت كما تتشوفوا، قزبور والثومه وتحميره، كمون، سودانيه، الحامض، ثومه بودر، هادشي كامل تيتشرمي به الحوت. ودابا هادي راه هي كطيب هنايا في الفران، وعاد غادي نضيفوا عليها، نحيدها حيت كنصورها غير بيد. عاد غادي نضيفوا عليها هاد هادشي الاخر اللي شايط. وهذه هذه الورقه ديال البسطيله، هذه عاد جبناها هاد الصباح. هذه ورقه ديال البسطيله الكبيره هذه، وغنوريكم الطريقه كيفاش غادي تعمرها وكيفاش غادي تصايبها. كلشي البنات غيشارك هاد البسطيله، وكلشي غيتعلم. الشيف بلال تا هو دخل يساعدنا، كيمد لينا يد المساعده. المهم كلنا درنا البصمه ديالنا في هاد البسطيله. بالنسبه للبنات لدوك القشور ديال الكروفيت راه ديجا درناهم هكا حتى تطبخوا. ملي طبخناهم صفيناهم، درنا فيهم هنا ورق سيدنا موسى، ودرنا داك الكالامار في داك الماء ديال الكروفيت باش تيتسلق. والنص ديال الماء ديال الكروفيت درناه للشعريه الصينيه باش كتطلق. وكما
الكروفيت والكالامار تنسقيو بها الشامبينيون بها باش كنخدمو. ومن بعد غادي نضيفو داك الكالامار اللي شحرنا اللي ديجا سلقناه في الماء ديال الكروفيت، غادي نضيفوه للخليط. وكما تتشوفوا راه خلاتهم طريفات كبار، يعني باش هكا كتجي بسطيله ديالتنا عامره وكتجي زوينه. فانا البنات راه كنعلق، ما تديوش عليا لانني ما عارفاش. انا اللي كتقولوا لي اختي تنقولوا لكم، انا براسي عاد كنتعلم. كيدير نورمالمون الكروفيت بوحدو والكالامار بوحدو، حنا خلطناهم لاننا مزروبين وصافي. غيطيبو في دقه وحده بجوج. المهم نفس لاصوص كنديروها للشامبينيون وكنديروها للكروفيت والكالامار. بالنسبه لبنات الكروفيت والكالامار راه خصنا نخليوه غير 10 ديال الدقائق باش ما يقصعش، خصو يبقى هكا فخي شويه. وراه زدنا عليه القزبور المعدنوس هو والشامبينيون زدنا عليهم القزبور المعدنوس. المهم هذا البنات تخليوه 10 ديال الدقائق باش ما يقصحش بزاف، خصو يبقى هكا. وبالنسبه للميلون البنات راه حنا كنزيدو نقيوها. انا راه حيدت لاختي غير داك الشوك وداك الشيء الكبير، وهي عاد كتفينيها. كنخليو غير الهبيرات، غير بحال هكا، غير الهبيره بيضه هي اللي كنخليو باش كنزيدوها على داك الخليط ديال الشعريه الفيرميسيل والطروفراوما ديال الكالامار. هنا البنات زدنا داك الشامبينيون على الخليط كما تشوفوا فيه الكالامار والشعريه والشامبينيون زدناهم. توفر لي البنات شامبينيون نوار، داك الشامبينيون اللي طبيعي كحل تيجي تا هو لذيذ في البسطيله. حنا ما توفرش عندنا، درنا غير داكشي اللي كاين، دونك استعملنا غير الشامبينيون المعلب ديال المعلبات. هاد الميلون البنات من بعد ما واخا كنشرملوها وتندخلوها للفران، من بعد ما كنردوها هكا غير هبيرات كنقيوها، كنعاودو نسقيوها بديك لاصوص اللي درنا سقينا بها كلشي، اللي هي القامه مع الزبده مع الزويته مع الحامض معصر. وهي اللي غادي نسقيوها، راه ديجا دي مشرمله وطايبه مشرمله ومنقيه ومحيدين ليها الجلده والعظام وكلشي كما تشوفوا. هي غير هبيرات. هذه غادي نزيدوها على هاد الشعريه. هاد الشعريه كيكون فيها غير اللحم الكبير، قالت لكم الشاف الهام تيكون فيها اللحم الكبير، ما تنديروش فيها اللحم الصغير. فيها هنا الكالامار، وفيها كما قلت لكم ناس عاد التحقوا بالفيديو، وفيها الشامبينيون، فيها القامه. وغادي نضيفوا لهاد الحوت، وعاد غنضيفوا الكالامار والكروفيت الاخرين.
يعني كتحط وحده وكتحط فوق منها الاخرى، يعني على شكل ورده هكا كتجي، ومن بعد كدير وحده الوسط باش عليها كتبدا تعمر. وغنبداو باش غادي نعمروها ان شاء الله باذن الله. غادي نديروا الطبقه الاولى اللي هي ديال الفيرميسيل والكالامار. يعني البنات سمحوا لي اللي كيتشهى ولا اللي شهيتها ولا اللي كتوحم، انا بغيت فقط باش نشارك مع البنات المبتدئات بحالي هكا، لانني انا فعلا ما كنتش كنزعم عليها، ومني بغات اختي ديرها قالت لي اجي وقفي حدايا وشوفي كيفاش تدار باش تولي ديرها. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم وما نصورش لكم هاد البسطيله باش نتوما توليو تزعموا عليها بحالي. من بعد كدير طبقه ديال السمك عند الحوت اللي ديجا شرمناه ونقيناه وعاود شرمناه شرموله الثانيه. كتجي هكا واحد الطبقه اللي هي عامره، يعني تبارك الله جات هازه الحوت وعامره ما شاء الله. وفي الاخير كنديروا الكروفيت والكالامار ديالنا اللي شحرنا حتى هو بداك لاصوص كما كتشوفوا. وهذا الخليط كامل اللي شفتوا البنات نخرج ليها هاد البسطيله وخرج ليها بسيطله واحده اخرى صغيره، يعني تكون تقريبا نص ديال هذه، يعني تبارك الله راه خرجات. في الطياب الطيب مزيان، يعني كنلمطوها خص تسرح الورقه من التحت ما تبقاش يعني مكردغه ومجموعه، باش هكا كتجي يعني هي دابا غير كتجمعها لكم عاد ترجع باش تقادها. يعني الا جيتو تشوفوا راها ساهله بزاف بزاف بزاف، خص غير الانسان يكون عنده العزيمه والاراده انه يبغي يتعلم شي حاجه، مي حتى حاجه ما صعيبه.
وهاد البنات هاد الكيورتون هذا ديال الشوا علاش كدير له اختي هكا باش الورقه ما تنفخش وتطبق ليها، يعني بحال اللي كنتقبوا لاباط بيتزا كنتقبوا حتى هاد الورقه هذه ديال كنتقبوا البسطيله كامله باش ما كتصايبش في الفران، وكنلوحوا عليها هاد الورقه هكا بحال هي اللي كتشرب ديك العافيه، يعني باش ما تحرقش بسطيله وطيب مزيان كنديروا لها واحد الورقه بحال اللي كتلقى عليها، ومن بعد كنهزوها بهاد الطريقه اللي وريتكم، كنحيدوها وعاد تيقرملها لنا مول الفران ولا طيبتوها في الدار كتعريوها في الاخر باش هكا ما كتحرقش وما تتاخدش هي العافيه كتشدها غير ديك الورقه الفوقانيه. غنخليكم دابا باش نوريكم الشكل النهائي ديالها البنات. نتمنى انكم تكونوا عجبتكم الطريقه وجاتكم سهله وغتزعموا عليها ان شاء الله باش ديروها. غنوريكم الشكل النهائي ديالها. وغادي نمشيو نفطروا مع الوالده، والله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه والرزق واللي كتمناو يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. وكيكون هذا البنات هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالتنا. جات البنات لذيذه 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 وكتحمق. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاتكم. كنقول لاختي شكرا بزاف بزاف اللي استضفتينا في كوزينتك وفي دارك وبارطاجيتي مع المتتبعات ديالي هاد الشيء هو الغزاله. الله يعطيك صحيحتك اختي وشكرا بزاف بزاف اللي استضفتينا في كوزينتك وفي دارك وبارطاجيتي مع المتتبعات ديالي هاد الشيء هو الغزاله. الله يعطيك صحيحتك اختي وشكرا لك بزاف. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.